مدرب قوي يقود اللعيبه دي. هنبدا طبعا على ذكر مدرب النادي الاهلي الجديد، وكل عمال يسال مين اللي جاي. لا، سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي السابق هو اللي جاي ولا مش جاي. فهنبدا اجيب لكم تفاصيل مهمه. خلاص النادي الاهلي بيقترب بشده وبيقترب بقوه من التعاقد مع المدير الفني البرتغالي السابق لبنفيكا، برونو لاك. ده مدير فني سابق لبنفيكا البرتغالي. فاز بالدوري وفاز بالكاس وفاز بكأس الأبطال الدولية، دي بطولة في البرتغال، وفاز بالسوبر. مسك الفريق في فترتين، يعني مسك الفريق في ولايتين. خاض 140 لقاء، كسب 99 مباراة وخسر 22 مباراة. ده بالنسبة لما مسك بنفيكا البرتغال. راح الدوري الإنجليزي، دي في اخر 15 مباراه مع وولفرهامبتون الانجليزي، خسر 9 من 15 مباراه. فشل ذريع الحقيقه مع وولفرهامبتون. لكن تجاربه بصراحه، هو لسه سنه صغير، مدرب شخصيه قويه جدا، مدرب هجومي. اتفرجت له على كذا لقاء مع بنفيكا. واحد يقول لك ايه يا راجل، بنفيكا ايه والدوري البرتغالي؟ يا راجل ما جوزيه جاي من الدوري البرتغالي. عندك يعني نجاح، يعني اغلب نجاح ونجاح المدربين مع النادي الاهلي من البرتغال. فهنا برونو لاك انا بشوف ان هو يعني شخصيه قويه، زي ما سمعت عنه والسيره الذاتيه بتاعته شفتها. هو قرب من النادي الاهلي، هو طالب 2.5 مليون دولار في الموسم، والطقم ياخد 300 دولار، 1000 دولار. يعني كله شاكب راكب على بعضه 2.8 الف دولار. سمعنا من ساعات قليله ان هو عايز 300 ونص يعني 3.5 مليون دولار. عفوا، سمعنا ان هو عايز 3.5 مليون دولار، يعني هو زود. فهو بيدرس العرض، والاهلي تواصل مع وكيل اعماله بالفعل، والاهلي بيقترب بشده من التعاقد مع المدير الفني البرتغالي برونو لاك، المدير الفني السابق لبنفيكا البرتغالي. وزي ما قلت لكم خد بطولات، خد 4 ألقاب مع بنفيكا، خد الدوري، خد الكاس، خد كأس الأبطال الدولية، وخد السوبر البرتغالي. ده بالنسبة للمدرب حتى الآن. وبالنسبة لآخر الأخبار، حتى كمان شوبير النهارده اتكلم، قال لك الأهلي بالفعل تفاوض مع برونو لاك المدير الفني البرتغالي السابق لبنفيكا.